هل فعلا في تصحيح عنيف في أسعار السيارات ولا الموضوع مختلف؟ الناس كلها بقالها فترة بتتكلم عن تصحيح عنيف في العقارات، وفجأة نفس المصطلح بدأ يتقال على سوق السيارات. فالناس بقى عندها سؤال كبير، هل أسعار العربيات هتنهار ولا اللي حاصل ده مجرد إعادة تسعير؟ خليني أقول لك الحقيقة، اللي بيحصل في سوق السيارات تصحيح فعلا، بس مش عنيف زي العقارات. ده أقرب إلى إعادة تسعير ذكية على حسب معطيات جديدة في السوق. وأول معلومة مهمة إن أسعار السيارات في مصر انخفضت أكتر من 22% خلال 2025، وده أكبر تراجع حصل في السوق من سنين طويلة. لكن المفاجأة، رغم انخفاض الأسعار، المبيعات ارتفعت 77% في أول 10 شهور، يعني حوالي 139 ألف عربية اتباعوا، وده معناه إن السوق بدأ يتعافى. طيب ليه الأسعار بتنزل؟ عندنا 4 أسباب رئيسية. أولا، زيادة المعروض، ده في 13 شركة تصنيع شغالة حاليا، وطاقة إنتاج وصلت ل 95 ألف عربية سنويا، وفي 9 شركات جديدة داخلين السوق، والطاقة المتوقعة ممكن توصل لأكتر من 260 ألف عربية. يعني ببساطة، عربيات أكتر يساوي منافسة أعلى يساوي أسعار أقل. السبب التاني اللي معانا التوسع في التجميع المحلي. الدولة بتقلل الاعتماد على الاستيراد، وده بيقلل تكلفة الدولار والشحن، وبالتالي السعر النهائي للمستهلك بينزل. تالت حاجة، حرب الخصومات بين الشركات. شركة تعمل خصم 10%، التانية ترد ب20%، واحدة تعمل خصم 100,000 والتانية تقول لك 150,000. يعني السوق داخل في معركة أسعار حقيقية. رابع حاجة، انخفاض الفايدة وتشجيع التقسيط. خفض الفايدة شجع ناس كتير تشتري بالتقسيط، وقيمة تمويل العربيات وصلت ل 18.75 مليار جنيه. يعني الطلب على العربيات لسه قوي، بس بطريقة أذكى. نيجي بقى لآراء كبار السوق. رؤساء شركات زي جنرال مصر وإكستريم متوقعين إن التخفيض يكمل معانا خلال الربع الأول من 2026. وفي رأي تاني بيقول لك التخفيضات هتفضل محدودة وهدفها تصريف الموديلات القديمة بس. وفي تحذير مهم جدا، أي تحرك مفاجئ في سعر الدولار ممكن يقلب المشهد بالكامل. الخلاصة، احنا مش قدام انهيار أسعار، احنا قدام تصحيح منطقي وإعادة تسعير. مدعوم بإيه؟ مدعوم بزيادة إنتاج ومنافسة قوية وتحسن في التمويل واستقرار نسبي اقتصادي. لكن الفرصة الحقيقية دلوقتي للمشتري، لأن السوق في أفضل نقطة تفاوض من سنين طويلة. في الختام، لو معاك ميزانية تشتري عربية السنة دي، هل شايف الوقت مناسب ولا مستني الأسعار تنزل؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولو عاوزني أعمل فيديو تحليل بأسعار موديلات معينة في السوق المصري قول لي وأنا أجهزهولك. معاكم أحمد فرج من قناة قهوة السيارات.